الشراب هو في الحقيقه في المغرب شي حاجه اش غنقول لك عندها دي زافونتاج و دي زانكونفينيون. لي زافونتاج اللي فيها انها كتجيب لي توريست للمغرب، السياح كذا استثمارات راكي عارفه. و لي زانكونفينيون هو ان الدراري دابا الشباب اللي كيكونوا في واحد اللاج في سن المراهقه معروفه كما هي معروفه عند الكل، تكون اش غنقول لك كتجيهم انهم ينحرفوا سور بلاص. بالنسبه لك انه في الدوله الاسلاميه شنو حرام، ما خصوش يكون. انا بعدا ما كنصحاش من الشراب، الا ما شربتش نقدر نقتل شي واحد. كدوله اسلاميه الخمر خرج على الناس، خرج على كل شيء من ناحيه المصاري، من ناحيه كل شيء. ولا الانسان تيفيق على الصباح ما تيفطر باش بالخمر. الصراحه الشراب ما خصوش يكون، ولكن دابا لما شربش ولا شي حاجه ما غيرتاحش، ما غينعش كيف خاص ضروري. خص البلاد ما خصوش يقدر بلاد شحال كيصلي يقدر يشرب، ما يقدر يعفو ويصلي ويقطع. ضروري كاين عندنا الخمر بزاف. علاش الحكومه ديالنا ضاغطه علينا؟ ما كاين لا خدمه لا مشغله لا حتى شي حاجه. شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا صدام. انا بالنسبه لي نجيك الصراحه فاطر دابا في القراعي، اقسم لك بالله العلي المعبود. اللي بغيت نعرف انايا واللي باقي ما دخلش دماغي، علاش الدول العربيه دايرين لهم بلايص اماكن ديالهم هما كيشربوا فيهم خصوصيا. حنايا عندنا البيسريات، عندنا المقاهي، عندنا الاغلبيه، عندنا البيران. الشباب عندنا ما خدامش، يعني واحد جوج ثلاثه كيبان لك بنادم ما خدام ما والو. اش كيدير؟ كيقول غنمشي غادي نسي نشرب باش نسي. هو مالو من كيشرب عاد ما كيزيد مشكله على مشكله. تنتوجه لهاد الناس المسؤولين الدوله تحيد الخمر من الدوله، تحيد نهائيا، ما عندهم حتى شي مبرر، لانها دوله اسلاميه. اخر الكلمه الاولى والاخر الله يدير شي تاويل ديال الخير، والشباب تخدم وهادي ويحيدوا علينا هادشي حتى حنايا وما كرهناش. وانا حاجه وحده كنفضل من الدوله تحيد عنا هذا الخمر، وخا الخمر ما غاديش يتحيد بصفه نهائيه، كنفضل غير نقصوا واحد شويه.